السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. إيران بتعلن بشكل رسمي حرب مفتوحة أمام الكيان بعد إعلان نتنياهو أنه وجد بحوزة الإيرانيين 15 قنبلة نووية دفعة واحدة. إيران بتعلن عن بداية الحرب المفتوحة وبتبدأ بأول رد انتقامي. الولايات المتحدة الأمريكية في نفس التوقيت بترد أن هم مش هيشاركوا في الهجوم، بينما طهران بتعلن عن اغتيال شخصية إيرانية جديدة. وزير الدفاع العبري بيعلن عن تحييد جميع دفاعات طهران الجوية، وبيعلن عن دفن المدن الإيرانية اللي بتخبئ إيران أسلحتها النووية بداخلها. والطيارات الإيرانية بدأت تنطلق بالفعل لتأديب الكيان. إعلان حظر تجوال شامل وغلق كل المطارات وكل المؤسسات الحكومية. طيران تل أبيب الحربي لا يتوقف عن الهجوم وبيغتصب الأجواء العراقية والأجواء العربية بشكل عام. نتنياهو بدأ يتوعد بتحرير شعب إيران، والولايات المتحدة الأمريكية بترسل له 40 ألف جندي جديد إلى قواعدها المجاورة لدولة إيران. وهناك صمت غير مفهوم من روسيا والصين بيظهر خلف الطاولة. دعم لإيران، لكن في العلن مفيش أي دعم لإيران ووقوف ضد الكيان. تل أبيب بتشعل النار في الشرق الأوسط. المعركة بين تل أبيب وطهران بتاخد الشرق الأوسط والمنطقة العربية لحافة الهاوية. طهران انتقلت من مرحلة التصريحات إلى مرحلة الاشتباك المباشر، وردود الفعل من عند الاحتلال هتكون عنيفة جدا، وهيكون الرد الإيراني عنيف أيضا جدا. أعلن رئيس الوزراء العبري عن انطلاق عملية عسكرية واسعة ضد أهداف حيوية داخل إيران بتستهدف ما وصفوا بقلب البرنامج النووي الإيراني ومواقع تطوير الصواريخ البالستية، وأكد أن العملية هتستمر لعدة أيام. لا يدرك نتنياهو رد الفعل الإيراني العنيف جدا والقوي جدا، فخرج نتنياهو بشكل فظ ويعتبر كلام خطير خرج منه، وقال في بيان أنه أطلق عملية عسكرية بتستهدف دحر التهديد الإيراني لوجود تل أبيب، وهاجم العلماء البارزين في البرنامج النووي الإيراني وقصف مواقع تعتبر حساسة، من بينها محطة للمفاعل النووي الإيراني الضخم. وأكد أن هم بيمر بمرحلة حساسة في تاريخ الكيان، وما يجري ده يعتبر لحظة حاسمة. علشان كده أطلقوا اسم العملية عملية تقليم أظافر إيران. بي بي سي فاجأت الجميع واتكلمت عن أن نتنياهو وضح أن الهجمات شملت قيادات رفيعة جدا ضمن الهيكل التنظيمي لبرنامج إيران النووي، كانوا بيعملوا على تصنيع القنبلة النووية الإيرانية. وكشفت البي بي سي أيضا أن إيران كانت بتخطط أنها تصنع 10,000 صاروخ باليستي دفعة واحدة، وده وصفوا بأنه خطر جدا على وجود الكيان داخل المنطقة العربية ومش ممكن السكوت عنه. نتنياهو برر توقيت العملية وقال مفيش أي خيارات أمامهم سوى أنه يتحرك بسرعة. لو ما تحركش الآن فمش هيكونوا استوعبوا الدرس التاريخي لما يقول العدو أنه بينوي أنه يدمرك. صدق دوت وواجهه. ولذلك رئيس الوزراء العبري أرسل رسالتين، الأولى للشعب في الداخل بيطلب منهم أنهم يتعاونوا ويصبروا في الأيام المقبلة، والرسالة الثانية للشعب الإيراني قال فيها يوم تحرركم من الاستبداد أقرب من أي وقت مضى. في ذات السياق أعلن مسؤولون عبريين في الموساد إن سلسلة من عمليات الاغتيالات في قلب إيران اتنفذت بالفعل، ويتزامن ده مع هجمات سلاح الجو. أما رئيس الأركان فصرح واتكلم إن هم على أهبة الاستعداد على جميع الجبهات. وفي نفس السياق صرح وزير الدفاع العبري إسرائيل كاتس
في بيان رسمي خرج منذ قليل قال إنه في أعقاب الهجوم اللي نفذته تل أبيب ضد إيران من المتوقع إن إيران تتعرض لإسرائيل بعنف. تل أبيب وسكانها المدنيين هيتعرضوا لعنف وسحق من جانب الإيرانيين، ودعاهم إلى التواجد في الملاجئ بشكل عاجل. وقانون الدفاع المدني الخاص به بيعلن بمقتضى حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية، واللي بتشمل كافة أنحاء البلاد، ودعا المواطنين للالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والبقاء في المناطق المحصنة. وكالة رويترز للأنباء أعلنت أيضا وعلى لسان المتحدث باسم الجيش العبري أنه أطلقوا هجوم يعتبر استباقي لضرب البرنامج النووي الإيراني. لذلك الرد الإيراني لم يكن متوقع تماما من جانب دولة الاحتلال، وبالفعل ما قدروش أنهم يتوقعوا ما سيحدث، وامتلأت السماء العربية. شفنا يعني كلنا السوشيال ميديا والمواقع حتى الإخبارية سلطت الضوء على سماء المنطقة العربية. ليلها أصبح كالنهار تماما من شدة الضربات القادمة من الأراضي الإيرانية اللي بتنتقم لما حدث في الداخل الإيراني بكل عنف. مستمرين معاكم، لسه معانا أخبار مدوية ونارية، لكن قبل ما نكمل تفاصيل الفيديو دعمك للفيديو باللايك والاشتراك، وياريت نشير الفيديو في كل مواقع التواصل. السؤال اللي هيحدد كل حاجة هو الإيرانيين هيكون حاسبين ما سيحدث؟ الرد ده يعني هيكون محسوب ولا مفتوح على كل الاحتمالات؟ وده اللي هيفك شفرته فورا. أسهل كارت النهاردة في إيد إيران مش صاروخ ولا مسيرات، الكارت هو المضايق البحرية. إيران عندها القدرة ولو بشكل غير مباشر إنها تقفل البحر الأحمر من عند باب المندب عن طريق اليمن، وتقفل الخليج من عند مضيق هرمز بنفسها المرة دي. وده يعتبر مش تهديد، ده فارغ. ده معناه 30% من تجارة العالم هتتعطل، 45% من نفط الخليج هيقف، أسعار الطاقة هتولع، أسعار الشحن والتأمين هترتفع بجنون، سلاسل الإمداد هتنهار، الدنيا هتهتز من الصين لأمريكا. إيران تقدر تقول لأمريكا لو أنا اتوجعت أنت كمان هتدفعي الثمن، مش الكيان وفقط. ده مش رد عسكري مباشر، ده رد اقتصادي استراتيجي يخلي الغرب كله يتألم من غير ما تطلق إيران رصاصة واحدة. لو إيران فعلا لجأت لقفل المضايق يبقى العالم كله هيدفع الفاتورة بتاعة تهور الكيان. ده مش بس تصعيد، ده تغيير في قواعد الاشتباك الإقليمي، لأن الخليج مش هيستحمل إن خطوط الطاقة تتقفل ولا البحر الأحمر يتحول من شريان تجارة لساحة تصادم. الكلمة المهمة هنا أمن الملاحة اللي فجأة بقى أخطر من النووي نفسه. النهاردة لو ده مجرد تمهيد، يبقى الضربة الحقيقية هتطلع منين؟ غالبا، وده اللي يعني هنذكره بالتفصيل، الأخطر جاي شيء خطير جدا من إيران. إيران مش محتاجة تضرب بنفسها، لأن إيران عندها شبكة كاملة من الحلفاء في كل زاوية في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. السيناريو الأقرب إن الرد بيجي من 4 جبهات في نفس الوقت. الحزب اللبناني في جنوب لبنان لسه على فكرة يعني محتفظ بسلاحه، ولو طلع كام صاروخ على عاصمة الكيان تبقى اللعبة ابتدت. اليمن عندهم الصواريخ طويلة المدى، وقبل كده جربوها وضربوا عمق الكيان، يعني مش صعب انهم يكرروا الرد، خصوصا لو اتقال ان الرد نيابة عن الحشد الإيراني أو الدولة الإيرانية. أيضا الحشد الشعبي في العراق صواريخ قصيرة المدى، ضربات دقيقة ضد قواعد أمريكية ومصالح كيانية. الرد محسوب بس يوجع. في الأراضي المحتلة أيضا المقاومة كارت يعتبر حساس جدا. لو النهاردة المقاومة دخلت اللعبة فده معناه أن كل حدود الكيان هتشتعل. الهدنة الحالية تنتهي رسميا، ده غير الميليشيا اللي موجودة في سوريا واللي ممكن فجأة ترمي كام صاروخ وتختفي. الكيان متعود يشوف الضربات جاية من المركز، الكيان متعود يشوف الضربات جاية من
إيران نفسها. لكن لما النهاردة تتحرك الأذرع الإيرانية كلها مرة واحدة في نفس التوقيت، المشهد هيتحول لكابوس أمني. الرد ده غير مباشر، والرد الغير مباشر دايما أصعب في الرد عليه، لأنه بيفتح ساحة حرب محدش عارف نهايتها إيه. ساحة حرب مظلمة رمادية اللون سوداء، لحد عارف مين بيضرب ولا مين لازم يتحاسب. وبالتالي الوكلاء مش مجرد أدوات ضغط، هم قوة ردع كاملة بتخلي الكيان والأمريكان يعيدوا الحسابات الدقيقة. بس يعني هل إيران هتكتفي بكده ولا عندها ضربة مباشرة بتخبيها للحظة المناسبة؟ وده يعني دي هتكون المشكلة الأكبر، المشكلة السوداء الكارثية للكيان في الداخل. الضربة حصلت خلاص، والمفاوضات كانت على وشك إنها تبدأ في عمان، في مسقط. يعني إحنا النهاردة بنتكلم عن تزامن مريب بين الجلسة السرية ما بين أمريكا وإيران. هل الضربة دي كانت مقصودة علشان تنسف المفاوضات من الكيان، ولا علشان تحسن الشروط وكده تكون الضربة بإعداد دقيق من الأمريكان نفسهم، ولا علشان تحسن الشروط؟ احنا هنا قدامنا 3 سيناريوهات. السيناريو الأول ممكن نسميه المستحيل، إن إيران تتصرف بعقل وحكمة وتعدي الضربة وتكمل التفاوض، بس ده طبعا احتمال بنسميه مستحيل. السيناريو الثاني ان ايران تعلن قطع المفاوضات بالكامل وتتهم امريكا انها شريكة في التصعيد، بس ده برضه مش منطقي لان ايران محتاجة ترفع العقوبات عن نفسها. السيناريو الاقرب للتنفيذ تأجيل مؤقت وبيان ناري بيتهم الكيان والامريكان وكل اللي سندوهم بالعدوان، وبعدها بأيام بأسابيع ترجع المفاوضات من باب خلفي عن طريق وسطاء، سواء بقى أتراك أو روس أو حتى صينيين. يعني الكارت الإيراني مش هيتحرق بسهولة، لكن هيحتاج إعادة ترتيب في لعبة الشروط. السؤال حاليا، هل الولايات المتحدة الأمريكية هتستنى ولا الكيان هيتحرك لوحده مرة تانية؟ هل هي دي نقطة الرد الحقيقي بتتحضر تحت الطاولة، لكن فوقها في نار مولعة منطقة الشرق الأوسط بالكامل، نار جاية. وده غالبا يعني لو إيران قررت إنها ترد بنفسها، يبقى إحنا هنا النهاردة داخلين على فصل جديد من النار. أكتر الأماكن اللي ممكن تستهدفها طهران بشكل مباشر مطار بن غوريون، قلب الطيران المدني، وجهة الكيان الأولى الجوية. ده يعتبر يعني بحسب كل التقارير إن فعلا تم إخلاء جزء من المطار بعد الضربة. أي ضربة عليه هتساوي شلل تام في الساحة والطيران العبري. ده غير عندك ميناء حيفا، ده ممكن نسميه رئة الكيان التجارية من ناحية البحر المتوسط. لو ده اتضرب يبقى البحر والجو هيتقفلوا، الدنيا هتتشل داخل الكيان بشكل كامل. الأسخن بقى من كل دوت مفاعل ديمونة النووي في قلب صحراء النقب، وده أخطر سيناريو لأنه ده بيهدد الكيان بنووي. حتى لو الضربة ما كانتش فعلية، برضو قواعد أمريكية في العراق، في سوريا، المسافة قريبة جدا، المسيرات الإيرانية جاهزة، الرسالة واضحة، انت شريك في الضربة. احنا هنا بنتكلم على ترامب، يبقى تدفع الثمن. اكيد النهاردة الايرانيين شايفين ان الامريكان شركاء في الموضوع، لكن السؤال الاخطر مش في الضرب، السؤال في النتيجة. لو ايران ضربت هدف استراتيجي بجد، هل امريكا هتتفرج ولا هتتدخل بنفسها زي ما شفنا قبل كده حاملات الطائرات تهب لنجدة الكيان وتأتي لسواحل البحر المتوسط لتنقذ ما قد تسفر إليه الأمور عند الكيان؟ ولو أمريكا دخلت يبقى الإقليم كله دخل النار من أوسع أبوابها، اللي جاي كارثة. اللي يعرف النظام الإيراني يعرف إن هم مش بيردوا بسرعة، لكن بيردوا بذكاء وبصبر استراتيجي، وبينسوا الشعب الإيراني ما حدث. إيران حاليا بتتوجع فعلا، بس مش قادرة ترد بطريقة تخسرها كل حاجة في ضربة واحدة. هي بتحسبها تضرب الكيان من غير ما تفتح باب التدخل الأمريكي،
توصل الرسالة وفقط، تحتفظ بحق التفاوض، تفضل كل خطوط اللعبة ما زالت في إيدها، تظهر قوية من غير ما تتحول لعدو للعالم كله. المعادلة معقدة، بس الأكيد الرد جاي، والرد مش لازم يكون حاليا، ممكن يكون زي ما اتكلمنا بعد أيام، بعد أسابيع، ممكن شهر، لكن هيجي الرد، هيبقى محسوب على العالم كله. السؤال حاليا هل الكيان هيقدر يقرأ الرد قبل ما يصل، ولا هيصحى على مفاجأة من العيار الثقيل؟ كل الناس على فكرة خايفة من الرد الإيراني، وهنا بنفتح الباب لأغرب مفارقة في هذا الملف. وحاليا يعني ظهر لكل الناس إن أمريكا والكيان إيد واحدة، لكن إذا اللي تحت السطح في شرخ ومشاكل بين القوتين. إدارة ترامب عندها هدف استراتيجي واضح: نرجع إيران للمفاوضات ونمنع السلاح النووي وناخد حصتنا من كعكة الاستثمارات. ببساطة البيت الأبيض بيفكر بعقل تاجر مش جنرال، لكن من الناحية التانية الكيان بيفكر بعقل بقاء وجودي ممكن ينتهي، لأن الكيان شايف إن إيران النهاردة لو تملكت القنبلة النووية يبقى هو النهاردة معرض للخطر وسط التهديدات اللي كان دايما بيسمعها من إيران، إنها هي سوف تزيل الكيان من على خريطة العالم. هو ده الرعب الكياني من النووي الإيراني. زعيم الكيان بحسب تقارير غربية شايف إن أي اتفاق نووي ما بين أمريكا وإيران يساوي قنبلة موقوتة هتنفجر بعد، يعني لأن ببساطة إيران بعد الاتفاق التقارير الغربية كلها بتتكلم هتبقى دولة معترف بها دوليا، تبدأ تدخل في التكنولوجيا والاستثمارات وتبقى أقوى بكتير من حاليا، وبالتالي يكون الخطر الأكبر على الكيان نفسه. لذلك إيران حاليا بتفكر في الرد، ولكنه سيكون رد محسوب، رد في النهاية ما تسخنش العالم عليها، تسخنش الأمريكان عليها. ممكن في لحظة يتم إبادة حاجة اسمها إيران من على خريطة العالم. لذلك هم بيحسبوا كل قرار بيتخذوه، فسواء قفل مضيق هرمز أو غلق التجارة العالمية أو الرد العنيف على الكيان، كل دوت بيدخل إيران في حسبة هي في غنى عنها في هذه اللحظات. وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، يا ريت اللي كمل معانا للنهاية يشارك الفيديو في كل مواقع التواصل، ويدعم طبعا الفيديو باللايك والاشتراك. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.